إنا لله وإنا إليه راجعون. الحاج جابر كان من الناس اللي وجودها بيفرق، مش عشان الكلمة الحلوة ولا الضحكة الطيبة، لكن علشان دايما كان بيجمع العيلة، الكبار والصغيرين. كان دايما في نص الدايرة، دايما السند اللي محدش يتخيل اليوم اللي يغيب فيه. من بعض أيام ودعنا الراجل الطيب ده اللي كانت طلته بتسحر ناس كتير. راجل عايش بسيط لكنه كان كبير في كل حاجة، في عطائه وفي طيبته وفي حضوره. يمكن غاب بالجسد، بس أكيد ريحته لسه موجودة في البيت، وصوته لسه في الذاكرة، ودعواته لسه بتطوف حوالينا. رسالتي لكل العيلة: الموت بيفكرنا إن العمر لحظة، وإن الناس الحلوة بتسيب وراها معنى مش بس ذكرى. احفظوا الود اللي كان بينكم، وكملوا بعض زي ما كان هو بيحب يشوفكم. اتجمعوا وسامحوا، وافتكروا دايما إن اللي بيرحل بيرتاح، لكن احنا اللي محتاجين نكمل الطريق بالحب اللي علمنا عليه. رحمة الله عليك يا حاج جابر، وسلام على قلب كل اللي وجعهم الفراق. من خلف الشاشة هتفضل القصص دي بتفكرنا إن الصورة اللي بتضحك وراها دايما وجع بيعلمنا معنى الحياة، وإن اللي بيرحل ممكن يسيب وجع، بس كمان بيسيب أثر.